سلام عليكم. عارفين ايه احسن حاجة في الكفتة؟ انك تفتحيها تلاقيها كده كلها جوسي وطرية وطعمها روعة، رغم ان احنا مقرصينها وعاملينها قرص، مش عاملينها صوابع ولا مفرغة من جوه، بس جميلة ومش مكتومة وطعمها تحفة. تعالوا مع بعض نشوف احنا استخدمنا ايه. استخدمت هريسة واستخدمت نص كيلو من اللحمة دي من الدوش بالدهون بتاعتها. احسن حتة ممكن تعملي منها كفتة هي الدوش. تروحي كده للجزار بتاعك تقطعي لي حته دوش كده حلوه، ولو عايز تعمليها لحم صافي يبقى من وش الفخده وعليها الكيلو عليه ربع كيلو ليا. هنا بقى يا ستي معانا التوابل الخطيرة اللي بصي هتديكي طعم وتست رهيب. التوابل دي أساسية، هكتبها لك كلها على الشاشة دلوقتي. وكمان ممكن تضيفي عليها الإضافات اللي انت عايزاها، يعني ممكن تضيفي حبهان زيادة أو ممكن تضيفي كمان أي تابل انت بتحبيه، بس دول أساسي. هنهرسهم مع بعض في المطحنة كويس قوي، وهنحط عليهم معلقة من البهارات ديت على اللحمة، وهنحط كمان كبشة من أوراق البقدونس، وهنحط بصلاية متصفية من المية بتاعتها. ما ترميش المية بتاعتها، خليها وتضيفي عليها شوية ملح وفلفل وحبة زيت واركنيها في التلاجة. هنضيف معلقة دقيق عشان التماسك، أو معلقة نشا، أو بلي ربع رغيف فينو أو ربع رغيف عيش في مية وصفيه كويس جدا وحطيه عليها عشان التماسك ويخليها كده من جوه كده ماسكة في بعض كده وملبسة. هنا بقى هفضل اعجن فيها لحد ما تديني الخيوط اللي هي كلها مع بعض دي، تبقى كده عامله زي الخيوط في ايدي كده وكلها متجانسه وماسكه في بعض. الصح ان انا اريحها في التلاجة 12 ساعه، بس دي انا كنت مستعجله عليها شويه، فريحتها في التلاجة حوالي 4 ساعات على ما رحنا الدرس وجينا كده. هنا بقى هجيب معايا ميه البصل اللي قلت لكم احتفظوا بيها، وحطوا عليها فلفل اسود وملح وحبه زيت، وهصبع بيها الكفته. صبعي زي ما انت عايزه، انا هنا عملتها قراص، انا ولادي بيحبوها كده جدا، لان انا كمان هعملها على الجريل من فوق، مش هشغل فرن. هنا بقى بعمل فيها الشكل دوت عشان خاطر لما تيجي تكش شويه او تدخل شويه ما الاقيش حجم القرصه بقى عامل زي البليه كده، لا، الاقيها كده لسه بحجمها، محتفظه كده بحجمها شويه وحجمها محترم. رققيها وخليها في نفس الوقت سمكها مش تخين قوي. وبعد ما تقرصيها كده، لو انت ناويه تعمليها زي على الجريل، حطيها في التلاجة ساعتين، علشان خاطر تشد معاكي وما تفرولش لما تيجي ايه تشويها. انا هنا سبتها في الفريزر نص ساعه. تمام. لو هتحطيها في التلاجة حطيها ساعتين. وطلعتها على جريل او طاسة او اي حاجة هتعملي فيها. اهم حاجة تسخنيها على نار هادية، يعني النار بتاعتك تكون هادية بس الطاسة سخنة جدا. تنزلي بالكفتة كده مرة واحدة كلها جنب بعض، هتلاقيها يعني انكمشت على بعض كده، يعني الكفتاية نفسها قفلت مسامها وكمان اتخذت لون حلو. اهم حاجة تبقي جنبها تقلبي اول ما تحسي انها خدت لون حلو، ما تسيبيهاش تنشف. الكفتة دي ما بتقعدش على النار اكتر من 10 دقايق وبتبقى زي الفل وجميلة. تمام. هنا بقى معايا فرشة بتاعتي الحلوة، بصل وكزبرة وحبة سماق وحبة فلفل اسود. هدعكهم كده في بعض حلو، وبعدين هطلع عليهم الكفتة. بيتهيألي مفيش أسهل من كده. جنبهم بقى طبق مكرونة، طبق رز، حبة سلطة، حبة بطاطس، والعيش والطحينة. بجد تحفة. جهزيها من بالليل، اعمليها الصبح أو اعمليها على الغدا. بجد ما بتاخدش وقت خالص وسهلة جدا وأسهل مما يكون. واعملي الكفتة في البيت لأنها بجد أحسن من بره 100 مرة. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لها شير كتير عشان توصل لأكبر عدد من الناس. سلام.